تقديس الأشخاص في كتب التراث. والله ينفع كتاب أكتبه إن شاء الله يعني بعد فترة كده. أه هعمل كام فيديو كده، أولهم الفيديو ده عن بعض القصص اللي بيقدسوا فيها الأشخاص لدرجة تبينهم إن هم خارقين أو ليهم كرامات أو أيا كان بقى. وإن شاء الله يعني مش هيبقوا فيديوهات كتير. تعالوا نبدأ بأول فيديو، نشوف الفيديو ده الأول ونرجع تاني. لما تولى عمرو بن العاص كتب العمر بن الخطاب: إن نهر النيل قد طغى علينا طغيانا زائدا وجرف كثير من المنازل والبيوت، فماذا أفعل؟ فكتب عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل، أما بعد، إن كنت تجري بأمرك فاجر كما شئت، وإن كنت تجري بأمر الله فإني أعيذك بسم الله ألا تطغى على عباد الله. قال: إذا أتتك رسالتي هذا فضعها في نهر النيل. فأخذها عمرو بن العاص الرسالة ورمى بها في النهر فانخفض بإذن الله. الموضوع ده فكرني بنكتة. واحد راح يصطاد بس مش معاه طعم، فجاب ورقة كتب عليها طعم وشبكها في السنارة ورمى الورقة في المية. بعد 10 دقايق السنارة غمزت، شد السنارة لقى ورقة مكتوب عليها سمكة. كتب رسالة إلى نهر النيل: لو كنت بتمشي بمزاجك وبتجري بمزاجك فاعمل اللي أنت عاوزه يا عم، مش هقدر أتكلم معاك، لكن لو بتجري بأمر ربنا ودي الحقيقة احترم نفسك، ما تزعلش الناس، دول تبعي، ده أنا عمر بن الخطاب، أنت في إيه؟ أنت شايف نفسك؟ بصوا أنا ممكن أصدق على فكرة الموضوع ده بجد، بس ده هيخليني يعني أبين لكم إن عمر بن الخطاب هو كان عادي جدا، مش زي ما بيتوصف، والحكمة والذكاء والخبرة والدراية، ولا لا هو كده. لو فعلا ده حصل يبقى هو على قده جدا. والمشكلة الأكبر إن عمرو بن العاص اللي هو كان والي مصر وكان أكثر دراية بمصر من عمر بن الخطاب مش فاهم هو كمان، وبيضطر يبعت لعمر بن الخطاب. طيب السؤال بقى، هو مش فاهم إيه؟ مش فاهمين إيه؟ مش فاهمين فكرة إن في فيضان وفي جفاف، والفيضان بياخد وقت ويروح، تمام كده. والفيضان يعني وقت كتير كان بيجي مثلا مدمر، وده اللي خلى مصر تعمل السد العالي اصلا. يعني السد العالي للحمايه من الفيضان وتخزين المياه لوقت الجفاف وكده يعني. فالمهم عمرو بن العاص كتب الرساله، راحت لعمر بن الخطاب ورد وبتاع، واللي هو ده طبعا اذا كانت القصه حقيقيه يعني. وعلى ما الرساله رجعت تاني لعمرو بن العاص وخدها راح النيل، كان الكلام ده عدى مثلا ايه 3 4 شهور، اللي هي فتره الفيضان خلاص خلصت، الميه بدات تنزل ايه، منسوبها يقل في النهر، و الغرق اللي كان فوق في على الضفتين او في الوادي نزل. فكده يعني منطقيا القصه لو حقيقيه دليل على ان عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص مش فاهمين حاجه، ومش عارفين حاجه في مصر ولا تضاريس مصر ولا الانهار ولا الجغرافيا ولا الفيضان ولا الجفاف، ومش عارفين ان بيجي له وقت وبينحسر يعني. وبرضه اللي كاتب ده برضه ما يعرفش حاجه. طب انا عاذرهم، بس هو هل حقيقي ان عمر بن الخطاب هيكلم الميه ويقول لها يعني انزلي؟ ما في اسباب، ما عشان هي بامر ربنا وبحكمه ربنا في الاساس الموضوع له سبب. مطر كتير ميه تفيض خلاص فيضان، بيجي فتره الشتاء المطر يقل فبيبقى في جفاف. فهل هو عمر بن الخطاب جامد قوي للدرجه ان يخليه يكتب جواب لنهر النيل ويرمي الورقه فالنهر يسمع الكلام؟ ما هو برضه في قصه ان هو كان قاعد وحصل زلزال، بمناسبه الزلازل اللي بتحصل في اليونان وبتسمع في مصر الفتره دي. زلزال حصل، فقام خابط بعصايته وهو قاعد على الارض: اتظبطي في ايه؟ ده انا فوق منك عمر، ان ده انا مش عدلت في الارض، انت ازاي تهتزي؟ الزلزال ده لما بيحصل مثلا فسق ولا ذنوب، قامت الارض سمعت الكلام. هو اصلا عم خلص الكلمتين اللي قالهم دول زمن الزلزال بيبقى ثواني معدوده. ده لو حصل برضه يعني. فلو الكلام ده حصل فعلا يبقى لا، عمر بن الخطاب بصراحة مش زي ما الواحد كان يعرف عنه خالص، ده عادي جدا جدا جدا. ولو ما حصلش فليه الناس غاوية تفخم قوي من الأشخاص؟ ليه؟ ما هو قالوا عنه برضو لما دخل القبر طلع له الملكين فبيسألوه من ربك، فقال لهم من ربكم أنتم ومن رسولكم؟ انتوا ايه بتسالوا مين؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ده انا عمر بن الخطاب ما وصلكوش خبري؟
فيعني بيتحدى الملكين، يعني ده اذا كان في ملكين اساسا. فكل دي تاليفات، كل دي تاليفات. واصلا المشكله ان لما دخل القبر، هو مين اللي حكى لهم؟ يعني لو دي حقيقيه مين اللي حكى لهم في القبر؟ واكيد الجوابات بتاعت نهر النيل في جوابات برضو من التربه، من القبر يعني. للاسف عندنا قصص كتير كده، قصص كتير كده كتير. يعني انا لو مشيت في المحتوى ده، انا بس انا ناوي اعمل فيديوهين 3 في الموضوع ده، في قصه القصص والخرافات وتفخيم الاشخاص ايا كانوا هم مين، يعني مش هنخلص. يلا انتظروا الفيديو الجاي، نتكلم بقى عن تفخيم ابو بكر الصديق.